يا أخي أنت لا تختار الابتلاء، إنما الابتلاء اختيار الله لك. لا أنت لا تختار الامتحان اللي ربنا بيمتحنك فيه، إنما الذي يختاره هو الله. المطلوب منك أن تثبت أمام هذا الامتحان، أن تقوى أمام هذا الابتلاء، أن تظهر لله أن المرض لن ينقص من إيمانك، إنما سيقربك أزيد من الله. أن تثبت لله أن الفقر لن يقلل إيمانك، إنما سيقربك إلى الله. أن تثبت لله تعالى أن أي فتنة أخرى لنبلونكم أو لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولتسمعن من الذين أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثيرا. فماذا تفعلون أمام ذلك كله؟ تتسخطون على أقدار الله؟ هذا دلالة على ضعف الإيمان وعلى حذر أن يفقد الإنسان إيمانه. هل تنكرون على الله ما يفعل؟ فالله فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنما تتقرب إلى الله وتجدد الإيمان، فلعل الله سبحانه وتعالى يرى منك ثباتا ويرى منك قوة في الإيمان وعزيمة في النفس، فإما أن يخفف عنك وقع هذه الفتنة ويكون وقعها لطيفا، كما قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يذهبها عنك إذا وجد منك أو كان في أقدار الله أن تذهب، وإما أن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.